السلام عليكم. حسين الشحات ضمن قائمة النادي الأهلي لمباراة كأس مصر ضد الداخلية يوم الأحد في دور ال 16 الساعة 7 مساء على استاد الكلية الحربية. رابطة الأندية كانت وقفت حسين الشحات مباراتين في الدوري العام و20,000 جنيه غرامة، ومحدش يقدر يزود العقوبة أكتر من كده عشان اجتماع الخطيب خلى كله جاب ورا وقالوا بينهم وبين نفسهم في اتحاد الكرة والرابطة ولجنة الانضباط لو غلظنا العقوبة إن النص هتيجي رجليه في الخية، واحنا يا عم مش عايزين مشاكل، نكتفي بماتشين يا عم و20,000 جنيه رضا فل كده عشان احنا مدلعين الزمالك قوي. لو جينا على حسين الشحات اكتر من كده الدنيا هتتهد على راس الكل، لان الخطيب معاه فيديوهات وملفات كتير هتفرمنا. وللعلم بس الشحات في تدريبات النهارده وامبارح كان في التدريبات. عقوبه لجنه الانضباط ضد كهربا وقف 12 ماتش ومليون جنيه مصري باطله، لان لجنه الانضباط معينه ولازم تكون في اللوائح والقانون منتخبه. لكن عقوبه الزمالك بانسحابه من السوبر لحد الان ما حدش من الرابطه اخذ قرار ضد الزمالك، ولا دونجا اللي عمل فعل فاضح في الاستاد في زميله زيزو اللي كان على هواه متكيف قوي من اللي بيحصل له. وعقوبه تكسير كراسي الاستاد من جماهير الزمالك ما حدش رد عليها. عقوبه اعتداء جماهير الزمالك على امين عمر وزمايله ما حدش رد عليها. انما الشحات اللي دمه حر وغار على اهله وعرضه لما اتسب وراح واخد حقه في الحال اترد برضه على الحوار في الحال. صحيح ما الشحات اهلاوي، الكل ضد اي حاجه فيها اسم الاهلي، بيفسروا قوانين ضد الاهلي زي الاكس. انما الزمالك عشان حازم امام ولاجل عيونه تتفسر للزمالك احلى قوانين وكانها بدله في احلى براند. ده حازم امام يا جدع، بس عشان كلها قوانين ظالمه وفاسده مش بياخدوا ولا بطوله ولا حتى جايزه ب7 جنيه ونص، وفضحونا جوه وبره، ومش نافع معاهم كل المساعدات دي وبيخرجوا حصاله للاسف، ويكملوا تشجيع ضد الاهلي قدام اي فريق في العالم، لان ده نادي وضيع وعره وقزم افريقيا. اما نشوف النهارده تخسروا كام من الاتحاد المنستيري كالعاده. اي حد بيجي يحط عليكم. جمعه مباركه، اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.